أحمد النصار بيسأل دلوقتي عن عربية ميكروباص أجرة ما رخصتش من 3 سنين، إيه الإجراءات المتبعة عشان أرخص؟ فبنقول أول حاجة الرخصة منتهية، وبالتالي بقالك 3 سنين ما رخصتش، هتاخد شهادة بيانات من المرور الموجهة للتأمينات الاجتماعية والضرايب عشان تسدد المدة المتأخرة من التأمينات والضرايب. سويت التأمينات والضرايب بتعمل شهادة المخالفات، ودي بتبقى مدتها 15 يوم، لازم في خلالهم تكون مجدد الترخيص ومسلم شهادة المخالفات. لو المخالفات صرت تعدى على 15 يوم بتعمل شهادة جديدة بفلوس جديدة. عملت شهادة المخالفات، بتروح المرور بتفحص ومعاك جواب المؤسسة والضرايب اللي سويتهم، بتسلم الرخصة المنتهية، بتاخد رخصة مكانها بسنة. تمام. عشان انت كنت متأخر في الترخيص، بتدفع ضريبة تلت ضريبة زيادة عشان التأخير عن مواعيد الترخيص المقررة بقانون المرور ولائحته التنفيذية. تمام. مصطفى اسماعيل بيسأل دلوقتي أنا معايا رخصة قيادة من محافظة بتاعتي، محافظة المنيا ومحافظة محل الإقامة. غيرت محل الإقامة في البطاقة بقالي سنة وعاوز أنقل مرور محافظة تانية. تمام. فبنقول عشان حضرتك غيرت محل الإقامة في البطاقة من محافظة لمحافظة ما اخترتش المرور، وبالتالي المفروض انك في خلال شهر تكون ناقل من المحافظة القديمة لمحافظة جديدة. يبقى كده الرخصة تعتبر ملغاة وهتمتحن تاني عشان تقدر تاخد الرخصة أو تنقل الرخصة على المكان الجديد وفقا المادة 38 من قانون المرور. طب الحل إيه؟ حضرتك هتعمل بطاقة جديدة عشان تتفادى الاختبار والاشتراك في مدارس التعليم القيادي، وفي خلال 30 يوم من استخراج البطاقة بتكون ناقل القيد للمحافظة الجديدة أو لمرور المحافظة الجديدة. طيب الرخصة انتهت، يبقى في الحالة ديت تحتاج شهادة بيانات لنقل القيد، بتسلم الرخصة القديمة مع شهادة المخالفات وتاخد بيانات لمرور المحافظة الجديدة. أهم حاجة ما يكونش عدى 30 يوم على تغيير البطاقة من المحافظة القديمة للمحافظة الجديدة عشان تقدر تنقل بدون الاشتراك في مدارس تعليم القيادة وبدون تطبيق المادة 38 من قانون المرور. تمام.